مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الخاص من برنامج لقاء الذاكرة. هذا البرنامج الذي خصصناه لاقتفاء آثار الشهيد السي المجدوب زكريا طيب الشهيب. اليوم رانا في منزل عمي سنوسي. عمي سنوسي هذا تنقلنا له إلى مكان معركة مرقب السبع، المكان الذي تم إلقاء القبض عليه، لكن لصعوبة وضعه الصحي ما قدرناش ندوه المكان المعركة. ارتأينا أن نتنقل له إلى منزله هنا في مدينة السعيدة. إذا بعد ما كنا في مرقب السبع وشفنا مع عمي عبد القادر خشاب والسي مولاي إدريس نحال على ظروف ومجريات أحداث مرقب السبع، معركة مرقب السبع في 27 نوفمبر 59. الآن رانا هنا في بيت السي سنوسي، الحاج سنوسي، يروي لنا تفاصيلها وكيف تم إلقاء القبض عليه ومساره الثوري، ونحكي على السي المجذوب زكريا. عمي الحاج سنوسي، مرحبا بك في برنامج لقاء الذاكرة. مرحبا بكم. واش راكم لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. احنا كنا في مرقب السبع، سقسيت عليك الجماعة الكل قالوا لي راهو في سعيدة. بالحق ما بقاوش بزاف، كاع ثلاثة والله أربعة. هذاك ما كان خشاب عبد القادر، مش خشاب عبد القادر الحي. مازال. بخاري قادر الحي. مازال ما تلاقيناش بخاري. آه. ولقينا ورحنا المنزل في بالول، المنزل عمي موسى طعام الكفيف اللي في تيرسين انفجر عليه اللغم هذاك، وراه يبلغ لك سلام. بكثير. مرحبا. ايوه بارك الله فيك. الحاج اليوم رانا هنا في سعيده، لكن نحكيو على مرقب السبع. قبل ما نبداو الحكايه هذه، وقتاش طلعت الجبل انت في هنا في سعيده؟ طلعت في 59. كيفاش جاتك الفكره؟ ماشي هكذا جات في 59؟ ايوه. كنا بيت كاع مع بعضنا جماعه. انت يا زايد في ال 35؟ نعم. في الحساسنه. حساسنه. ايوه صحيت. واش سويت لك؟ كنتوا مع بعض؟ كنا مع بعضنا في الليل. بعنا واحد، بعنا شعبي. ايوه شافكم تجتمعوا هكذا لا لا لا. قول لي. الكوبانية الغلم جات فايت عليه، هو كان ساحل الغلم وشافنا. شافنا راعي. ايوه في الليل على بينا. في الليل سكننا احنا في الليل. ايوه. جويه الخمسة والربعة ونص في الحساسنة. في مرقب السبع. في مرقب السبع. روح تفضل. ايه فما صبحوا مسكريننا. انت راح تحكي لي على المعركة؟ ايه لا مازال المعركة. قلت لك انت كيفاش طلعت الجبل؟ ايه هذه هي ذوك نحكيو لها. صح. انا كي طلعت الجبل كنا نخدموا في الفلاحة تاعنا. اي والله الفلاحة صحيت. برا في حساسنا. شحال كان في عمرك؟ 26 27. الله يبارك الله يبارك. كنت شباب صحيت. كنت شباب. ايوه كيف جاتك الفكرة؟ ما جاتنيش فكرة. يلا مليح. احنا تلاقينا جماعة. ايه ثم كي تلاقيتوا جماعة ثم بديتوا؟ ما تلاقي ما جات في بالي. مليحة احكيها لي هذه صحيت بارك الله فيك. احكيها لي. الصباح صبحوا مسكريننا. ايوه الصباح صبحوا مسكريننا بالقوة تاعهم. صحيح. بجار جر وكذا ومني. ايا مجذوب كان كوماندي. قالنا رانا مسكرين، اللي يبغى يخلف روحه اليوم يخلف. ايوه ما كاش صحيح. ايا تلاقينا جواه العشرة تاع النهار، جواه تاع العشرة تاع النهار سركلت فرنسا. كان لا سركلت بكري في الليل. في الليل. وحنا صبحنا مسركلين. صحيت. حنا صبحنا مسركلين. دوكا راك مع السي المجدوب جواه العشرة تاع النهار وانتم راكم مسركلين. حنا مسركلين. ايوه احكي لي واش قال لكم؟ قال الكلمة اللي قالها. قال اللي يبغى يخلف روحه اليوم. اللي يبغى يخلف روحه، يعني
اليوم اليوم الكبير، اليوم يا النصر يا الاشتشهاد. نشهد صح. هذه. ايوه. والخطة دار الموت لخاطر صبحوا تسكينة كبيرة. صح. جاء العسكر جاء من كل جهة. بالفعل. ايه. وندير لهم خبانة وبطايون وكذا من هيك. واكتشف بدا الرصاص، واكتشف بدا يوقع كيفاش فرنسا بدات تهاجم فيكم. احنا هاجمناها. انتوما. احنا هاجمناها على خاطر هم احنا عارفين روحنا مساكنين. اه. ورانا باللي اللي المبادره كانت من عندكم. مباركة ما عندنا احنا هاجمناها. واحنا ضربنا الاولين. وي. ايا ظلت قعدت المعركة كما صح. انا جويه ما مش عارف العصر الوحدة كذا. نص نهار هكذا نص نهار. ايوه. تبلسيت. صحيت. كانت الكومبانيا تاعنا البصريه تاعنا جايه هما جايين. احنا هزمناهم. تقسمتوا على جروبات ولا كيفاش؟ والو احنا رحتوا انتم شحال فيك؟ كنتوا في 40 وقيلا. 40 هكذا. 40 معنا المجدوب. كان معكم المجدوب. كان معنا المجدوب في هذا النهار. بدات بدا الرصاص. بدا المعركه. المعركه يعني الحصول جويه الوحده هكا. ايوه. جاني حسيت بحاجه ضربتني الكره. اي من الحراره ما حسيتلاش يعني. اي نط. أيوة. وعاود طحت. عاود الكره شفتها. ضربوك بالبياسه ثم. ضربني بياسه. ضربني عربي. ايوه. عربي مش. شفتوا. شته. صح. وعربي من بالول. تعرفوا صافي. لا ما نعرفهاش غير قالوا لي من بالول. من بعد يقول له ولد زريبه ولا هكا ثاني. هكا خلاص ما يمشي. هذا هو. ايوه. الحاصل قعدت المعركه. احنا اللي قبضنا. انت كي ضربوك ما زدتش تيريت رصاصات، حبست صاي؟ لا ما كنت ندوها عليه قبل من صوب طاح. اصحابك داوها. اصحابي داوها. اللي يطيح اصحابه يدوا له سلاح. عندنا ما له. ايوه صح. قعدت طاح حتى لحقوا عليا فرنسا. لا الضربه الاولى قعدت غير وحدي. قعدت غير وحدي وقلت انا كنت باغي ندير. ما عندي ما كان حتى واحد طاح قدامك ولا والو؟ طاح قدامي واحد اخر بصح ما شفتهاش. ما صح. بصح قلت انا في قعدت كنت باغي ندير الجزائر دوك حتى نقعد حي. واش خممت؟ خممت الموت. ايوه صح. خممت الموت. ايوه صح. جبت قرانات. شام فيك تاع 40 مرصو. وحليتها ودرتها تحتي. تستنى فيهم وقت يجوا؟ لا بغيت ترطق بغيت صحيح. حبيت تكمل. حبيت قال ما تدونيش حي. هذا مكان. صحيت. بطاط هي عندها ساسيو. خمس تتكلم. 5 ثواني 7 ثواني تنفجر. ما انفجرش. ما بغاتش. امبيريميا قعدت نضرب فيها. هاكا ما والو. هي كانت مغربيه والله ما مغربيه. هذا هو صحيت. ومن بعد واش ما تفجرتش؟ ما تفجرش. اي حتى لحقوا عليا. لحقوا عليا العسكر. لحق عليا واحد ليتنا صغير. ليتنا هذا قال لي قول انا كنت باغي تخش علينا. قلت له باغي نقيس على روحي. شاف الجرونات. شافها. ايوه. قال لي كيما قالها ليتنا هذا. ولد البونداس بالوان الاستقلال. قال لي مشي بعيد. والله لا قالها لي كيما هذاك ليتنا هذاك بصح انتهى مخرج طلع له في فرنسا والله ما قال لي بونداس في بالوان. ايوه سيسا وي. ايوه لحقوا عليا. قال لحقوا العاب الحرق هذا. وشكون صار الحرق اللي راني نبغى ندير الحرق. صحيت معلي. واصل لي. لمدونا. لمدونا كاع في الرحبه. ومن بعد رفدوكم في الطياره في الهليكوبتر. وهربنا في الكوبتير. لا لمدونا في الكوبتير بصح من بعد داونا غير في الكاميونات جابونا سعيده. صحيت. جابوكم بالبالول ولا وين جابوكم؟ لا جابونا تخمه. جابونا سعيده. لمدونا من برا. وجابونا سعيده. لسعيده صح. صح. جابونا سعيده. بليشين بخاري قاده. انا الرميلي. احنا اللي كنا بليشين. صح.
الوقت هذا كان الكوموندو جورج والجنرال وجينا بيجار بيجار. بيجار وقف علينا. ايوه بصح ما دار معنا والو، غير شاف لنا. صحيح. والكوموندو جورج هذا مكون من الحركه الكل. بصح لي في الارمي. اي طبعا، اي طبعا. بصح نقاجي فوق الطفل في الحركه. صحيح. في الحركه. صح. منين شكون الجماعه اللي تبليساو معك كاع؟ بخاري قاده. ايوه مازال حي. رميلي محمد. ايوه. وكاين اللي ماتوا. كاع ماتوا. هما ماتوا 30 واحد استشهاد. حنا 30 اللي ماتوا. قائمه بصح اللي قبضناهم اللي لقاوهم نمدوهم غير 17. الاخرى ماتوا مساكين في الجبال وماتوا. صحيت. لانه في المعلم اللي كنا فيه تاع مرقب السباع كاين 15 معروفين و15 مجهولي الهويه. مجهولي الهويه. صحيت. منين جابوكم لسعيده؟ ومن بعد كمل لي الحكايه. جابونا سعيده، جابونا دوزيام بيرو نيشان. دوزيام بيرو. دوزيام حطوا له مثلا 3. بخاري قاده وانا ورميلي محمد. بخاري قاده ورميلي داهم، وانا قعدت عندهم طايح مبليسي هم واش عندهم يعني بغيت مبليسي ولا ما يهموش هما خلاص. بالنسبه ليه زايد نقص. ايوه قاعد يبحث فيا. قاعد نخبر فيه. كيف صحيح. كيف القضيه وكيف. غير كملوا معاكم بعد داوكم. وين داوكم؟ جابوني للسبيطار. صح. وعاودوا ردوني ثاني في الليله هذه. ردوني لدوزيام بيرو. قعد معايا واحد اللي يطلع واحد ساعتين ولا. هو يبحث فيك. هو يبحث فيا وانا جاتني قلت واحد محسوب عربي هذا. قلت له مثل ديش هذيك الحاجه ندير على راسي. صح. قال لي المرزوق وقاصه. اي عربي هذا. قال لي المرزوق ندير لك ساده وقاصه. صحيح. يوم بعد جابونا سعيده. شحال قعدت جابوك للسجن؟ هون بصح سيلون. صح. سيلون بصح هو مفرس فينا وكذا. صح. شحال قعدتوا المده في سعيده؟ كان نقول لك ما تصدقنيش. روح قول لي. 17 شهر. 17 شهر. 17 شهر. دخلت الديس 27 نوفمبر. الديسات افريل 61. هذيك هي 27. ايه 27. لا 27 دخلت ملي قبضوني. صحيت. هاي لي 27 انترنت. هي بدات بارك الله فيك. 17 شهر. 17 شهر. ايوه. ومن بعد حولوك ما بقيتش في سعيده انت. جابوني ترازيت فما في سعيده. سونتر دو تري. وقعدت 3 شهور. ايوه جابوني تيارة البيردو مهديه. البيردو بيردو سابقا وين معتقل هذاك. دركا واسمها مهديه. شوف دوكا تحكي لي على مهديه بصح نرجعوا شويه. احكي لي شويه على المجدوب الله يرحمه ويوسع عليه. ما قعدتش معاها بزاف. ما يهمنيش فيك. لو كان قعدت معاه ساعه. قعدنا معاه. يحكي لي هذه الساعه وش خلى لك في راسك؟ خلى لي كل شيء راسي. والله كل شيء خلى راسي. الاولى قال لنا احنا اليوم رانا نموتوا. طبعا الحمد. بصح اللي يبغى يخلف روحه يخلف روحه اليوم. واللي يبغى يشد الثار تاع خوته يديرها اليوم. هذه صحيت. وبعد هو سلك في ذاك اليوم. حتى الربيع باه نقبض. ومن بعد هما 5 شهور 6 قبل. هكذاك صحيت. وإحنا نقتفي هنا آثار سي المجدوب في سعيدة. هو كان نائب قائد الولاية الخامسة. الولاية كاع. الولاية. وقبلها كان هو شاف دو زون. لا زون 6 كان قابضها هو. قابضها. اللي خلفوا شكون كنا تكلمنا عليها. الله أعلم. الله أعلم. لا يقول لها شايب الراس. اي والله شايب الراس. شاف زور ما كاش. لازم تشوف زور. ايوه صح. ايوه صحيح. شايب الراس. لانه المجدوب هذا هو كان شاف دوزون وكان ينسق بين كل الكتائب. كاع بالجزائر. كاع الجزائر. كاع الجهه الغربيه.
من بصار حتى هنا. والمنطقة السادسة كان مقسومة على ثلاثة. لازونسيس. لا لا، الناحية الأولى اللي هي معسكر، الناحية الثانية اللي هي شمال سعيدة، والناحية الثالثة من بالون وانتم حتى الجنوب سعيدة. بارك الله فيك. الحاج سنوسي، أنت بعد ما حكموك تعرضت إلى التعذيب في بيردو؟ عذبوكم؟ شيبونا، لا احنا شويه، احنا شويه 16 جماعه. كون نقول شو دار لهم، كان الغوله مو حديد ولا حاجه وما يدمرش بها. صحيح. يدمرها. ايوه. هاك يقعد باهي يصعد. كيفاش كانوا يعذبوك؟ انا لانه انا راني شفت مجاهدين كانوا في بيردو، نشوف اذا كان يستعملوا معك بنفس الاسلوب ولا حاجه اخرى. كيف كانوا يديروا لكم؟ كل شيء يديروه. كان شوف، كان اللي يدوه كان اللي يحفر ولا واش يدير؟ يحفر. كان اللي يدور له سيما فوق شكوره سيما. ايوه. ويدور بها. صحيح. كان اللي يتمشى كيما نهار كامل هو يتحت. هو كيما داير كيما ما يحطش دراعه. عقوبه نهار كامل هو. نهار كامل هو. وكاين اللي يدوهم يكسروا الحجر في الكارير برا ويرجعوا. يدوا لهم العصا. صحيح. 17 واحد 25 واحد هذا هذا هو. هذه حكاها لنا عمي الحاج سنوسي، الامين الولايي تاع المجاهدين تاع ولايه معسكر. هربوا 17 هاو يعاود فيها السي الحاج سنوسي نفس الشيء. هربوا لهم 17 وحكى لنا على الظروف كيفاش كانوا يحفروا الحفر. صح. وقتاش خرجت من بيردو؟ وقتاش خرجت؟ انا قريت خرجت 62 في جوان 62. في جوان 17 جوان 62. تفكر صحيح. بارك الله فيك. ذاكره قويه ما شاء الله. ايوه. شهرين بعد سيسيلفو. بصح انا شدونا لا حتى لجوي. احنا 17 احنا 25 500 500 شدونا. منين نتكلموا واحد يقعدوا يقولوا على احنا مشاهدينا. قالنا باللي فرنسا كانوا ديكلاريا باللي الجزائر كانت ديكلاريا باللي عندها 90 واحد جندي بريزوليه، واليوم وصلنا غير زوج. يعني وكسرهم. كسرهم. قلنا لهم هذاك اللي كان. ايوه صحيح. عمي الحاج سنوسي، احنا رانا كملنا الحديث تاعنا، حكينا على المعركه كيفاش صارت، كيفاش تحكمت. واش تقولنا في النهايه؟ يعني واش حتقولنا كلام؟ والله كل شيء كان في راسك. بكري بصح 60 عام ابن عمي. صحيح. 60 عام ذاكره. خلاص هاك قلت لي حاجه مليحه. هذا واش حبيت انا. قلت الحاج هذا واش حبيت. منين قلت لي 60 عام معناتها مازال لك تشفى. كيفاش كنت تحارب في فرنسا؟ ما زلنا نشوف كان دار لنا وغاملتنا زعما كان يولي الاستعمار يقول لك هاك السلاح تعاود تطلع الجبل. الجبل لبلادنا المرقب الصباح. نطلع المرقب الصباح. غدا ديك بزاف ما راحش مع من بعيد. هذيك غبنا اللي غبنونا 17 نهار في السيروني يلحبوا. شفت 17 شهر. 17 شهر راها هنا عندكم مكتوبه. مكتوبه شفتها. 17 شهر ما نسمعش فيها. ما نسمعش. الحاصل فرنسا دارت غير اللي كاين اللي يقولوا كان فرنسا ما خلت ما تدير. الله غالب عليها. ما كل شيء دارته كل شيء. ما خلتش. صح. ما خلتش. كانوا جنود اللي كانوا قدامنا في السبيطار في بيردو. داروا لهم كثر اللي كانوا 59 و60 وداروا لهم كثر. إذا مشاهدي الكرام، كما شفتوا الدردشة مع عمي الحاج سنوسي كانت ممتعة وشيقة جدا. نخليوها على بركة الله ونروحوا إلى مكان آخر نشوفوا ونقتفي آثار السي المجدوب زكريا. إذا مشاهدي الكرام، ما زلنا
نقتفي آثار الشهيد سي المجدوب زكريا طيب شيب. وهنا رانا في الناحية الثانية التابعة للمنطقة السادسة، وبالضبط في بلدية ذوي ثابت، وأين وقعت أكبر معركة هي أم المعارك، معركة المرجة. وبالضبط من هذا الجبل اللي يسموه المرجة، المقابل لمركز جيش التحرير عند السي علي كافي. إذن نواصل هذه السلسلة لاقتفاء آثار الشهيد الطيب الشيب اللي هو سي المجدوب زكريا. والآن راح نتحدث على معركة من المعارك اللي جيش التحرير لقن فيها درس كبير للجنرال جيل، اللي كان يقوم بعملية تمشيط واسعة لكل من سعيدة ومعسكر وسيدي بالعباس. اليوم مشاهدي الكرام يحضر معي واحد من الذين شاركوا في هذه المعركة، لكن ألقي عليه القبض في هذه المعركة. سيروي لنا تفاصيلها سي بوطالب العرج. بوطالب العرج، أهلا ومرحبا بك في قناة الذاكرة في بلدة ذوي ثابت. بارك الله فيك. عمي الأعرج، قبل ما نبدأ الحديث شوف لي هذاك وش تذكرك هذيك المنطقة؟ هذيك المنطقة وش تذكرك هذه؟ تذكرني بالقرطاس الأول اللي طلقناه تما من بعد تفركتنا. صح. هذيك المكان هذاك يقابل واحد المنطقة منا، لا تاع ذوي ثابت. ذوي ثابت علي كافي. هنا المركز اللي كان مركز جيش التحرير. مركز جيش التحرير. أيوة. السادسة. الآن ندخلوا في تفاصيل كيفاش بدات المعركة. هنايا بداها لي قبل 13 أكتوبر 58. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف حنايا كنا كتيبة دوزيون كومباني هذه نتاع سي عبد الرزاق وبو علي هذو الفصائل. كنا جايين من اساسنا. صحيح. اسبوع قبل وجينا جايين تعشينا فوق السعيده دوار الجبارات. تعشينا ثم وقطعنا جينا وتنا على واحد الدوار هنا يقول له ولاد علي محمد. انتم كنتوا جايين من حساسنا وفتوا على دوار ولاد علي. ولاد علي وين جيتوا لهنايا؟ وين استقريتوا في هذا؟ استقرينا طب الاولى عند مرزوق بوشيخ. ايوه. شكون هذا؟ جاي في البحيره الحمراء. ايوه. قول تافرنت. تافرنت هذه منطقه تاع تافرنت. هيا قعدنا ثم من بعد الحال جينا وقع علينا الصباح كروشاش تما. فاهم شي سركيله. سركيله شدنا الطيارات دور وكذا. جينا جايين شحال يومين ثلاثه قبل ما تلحقوا هنا. قبل ما نلحقوا هنا. ايوه صح. يومين هكا الطريق. ايوه. على كل حال كي خرجنا من ثم كينا جينا في واحد البلاصه لاكريطه هذه. سي عبد الرزاق الله يرحمه كروشا معاهم ضربوه في الصدر بليساوه وداوه. وحنا جينا كنا ظالين مسركلين وخرجنا على الكونفوا تاع فرنسا. في وسطها. خرجنا في وسطها وخرجنا من في الليل في الحشيه في النهار. من بعد المغرب. بعد المغرب. ايوه. هيا خرجنا جينا عند علي كافي موجدين العشاء. تعشينا عشاء خفيف ماهوش كاع. باش تكملوا. هيا وقعدنا عنده. بتو. قعدنا عنده من جيت 3 تاع الصباح والله جينا هنا للمرجة هذه البلاصه. منين جيت وري لي؟ جينا منا. ايوه. جينا منا وقطعنا المرجة هنايا. ايوه. المرجة هنا الصباح. طلعتوا على الحجيرات هذيك؟ لا شوف لي الحجيرات هذيك. طلعنا لا ما وصلناش الحجيرات. كنا هنا لتحت. هيا صبحت الكوبتر مشار نقولها حنايا. صبحت الدور فوق اليسار عرفنا بلا مبيوعين. انا هم حكيتنا نقولوا. صحيت. قال لي لاكريطه خيط منتشر. خلينا انتم خيط منتشر هنا تبدا العمليه. لكن علي كافي وش مصيره بعد ما جاوا الجيش الفرنسي؟ علي كافي كيفاش صار له؟ علي كافي قاعد يسوي قالنا افترقوا. ايوه صح. قالنا الاولاد افترقوا ما تمشوش مع بعضكم. ايوه صح. الطيارات كي تضرب لك مجموعات باش كمل معها باش الخسائر تكون قليله. شاد كتيبه تاعنا قالنا افترقوا تمشوا. هيا وفاس لاكريطه. صح. شكون شاف الكتيبه؟ شكون قائد الكتيبه الخضراء هذه؟ شكون اللي كان بو علي؟ ايوه بو علي. هيا
درنا خيط مونتاج ومشينا وعدنا لاكريطه وراها الموليمه هذه. هذاك المونيمو صحيح. الموليمه ثم وين تكلم الرصاص الاول. احنا تروازيام سيكسيون تاع الموكي العامر جبدنا شويه هكا تحت. جبدنا وصلنا هنا كان وين فرنسا قاطعه الغابه بهذا النار ما تفوتش. صح. قبضنا على حد اللي يسموها كان واحد يقول له الجلالي. وشنا جلول وين كان هذا؟ شنا جلول اللي كان عنده البياسه. البياسات كانوا متفركتين، كانت الطرونت عند مرزوق والبنت كانت متنافع عند الجلالي. الفامبار هذه عند شنا جلول. جلالي هو استشهد هنا في المنطقه. واه قبضوا حي وكملوا عليه. ايوه صحيح. خلينا قبل ما نوصلوا اوصل لي عاود ارجع لي ثم المونيمو كيف اول رصاصه. كي وصلنا ثم كنا العسكر جاي من الجهه اللي من هي. جاي من جهه من الجهه اللي من هي. أيوة. على كل حال احنا كنا قدامهم. احنا اللي خلينا اللي هنا تعنا عليهم النار. عليهم النار يا العسكر تفركت ولا. جو الطيارات. صحيح. جو 6 تاع طيارات وجو 18 كوبتر اللي تحول لعسكر. والوقت اعطيني الوقت برك اللي بدا العسكر يجي ويتمركز هنايا. يتمركز هنا هو 11 ولا 11 النهار. 11 النهار ولا هكا. قعدوا الكوفه اللي تجي منا يجوا هنايا ويدوروا كانوا هكا يدوروا هكا. احنا نشوفوا. والهليكوبتر يجيبوا العسكر من هكا من يجيبوا. ايوه. من جهه تافرنت. ويحطوا حسبتهم انا 17 كوبتر. 17 كوبتر. بنات تحط العسكر شقنا من هي. وجايين طالعين هكذا باش يحاصروا المكان. يحاصروا المكان. تقابض احنا وياهم. قعد رصاص في الفاصله تاعنا تاع الموكي العامر ربي يرحمه. جبدنا هو قدامنا من جهه كما يقولوا احنا من جهه داود. جهه داود. صح. الكوفه اللي جايين بالعباس اللي جاوا طرونجار. ايوه. حبسوا نزلوا في الطريق وجايين واعديننا. الجلالي هذا رجل عليهم البياسه 24 وخلاهم حتى دخلوا الطرونشي هذا احنا نقولها الطرونشي. دخلوا الطرونشي تساوى عليهم. جلول ثاني قبل في جهه اخرى. شلنا جلول قعدوا كاع الياسات يضربوا. على كل حال احنا بذاك يسموه السيكسيون تاعتنا يسمى قول تقريبا ديس التمه. بصح يسمونا الطيارات. صحيح. بالنابالم ولا هاكا يطيروا يضربوا يفوتوا يعاودوا اخرين يضربوا يفوتوا. لانه التي تضرب تروح عندها الرافال عندها كل شيء. عندها كل شيء. على كل حال في هذاك النهار بدنا الغدوه ثانيه عاودنا كروشينا. صح. انتم الفاصله تاعكم كانت ثم تاع موكل عامر والفاصله الثانيه كاينه فاصله انسحبت ما واجبت هاك. ايوه رجعت معناتها العسكر تاع فرنسا ما كانش منها. العسكر كان غير منا من هالجهه. ايوه صح. ومن هي ديك الجهه ما كانش انسحبت ديك الفاصله راحت اللي يسموه تاع علي بالحبيب يقول له. علي بالحبيب. والكاتبه اللي جات من بلعباس شكونها؟ واش نقول لك كاين محايد جاو من بالعباس شاركوا معنا. شاركوا معنا في اللي جاوا من بالعباس جاوا من الجهه اللي من هي وشاركوا معنا. حتى دركا احكي لي تفاصيل كيفاش الجماعه اللي تعرفهم استشهدوا قدامك. استشهدوا قدامي. استشهدوا قدامي يا خويا. الاول هو جلول. لا جلول ما كانش حدايا. صح. نبداوه بقائد الفاصله. كيفاش قائد الفاصله كنت قدامه وبعيد عليه؟ وكيل عامر. وكيل عامر كان بعيد عليا شويه بالك نقول من الواد. يا خلاص احكي لي اللي استشهد قدامك. عامر هذا استشهد في لاكريطه. صح. هو اللي دا الماط تاعه هو اللي تلاقيته من بعد قال لي اديت الماط تاع عامر قال لي ضربت تاع الطياره. صح. ايوه. ودار الرشاشه تاع الميطريات هذه. واللي كان هدايا محمد شهدوا حدايا جماعه ماشي غير واحد ولا زوج ولا 4 5 لانه علاه الفاصله تاعكم والفاصله الثانيه تقريبا الكل ابيدت. سلكتوا 5 ولا 6 يعني. هذا ما كان اللي سلكنا. ايوه 4 ولا 5. صح. بعد هشماوي الشيخ. هشماوي الشيخ طلع لا صرتي غير هكا. ايوه صح. وخبرت بوه من بعد انا قلت له ولدك تسجد هذايا ثاني هذا الشيخ كان معايا. وكان ثاني اخوه ولد عمه واحد اخر ثاني يقول له محمد. صح. ثاني في ذاك النهار سلك ما وانت كيفاش تجرحت؟ انت ثاني قاسوك. هاكا متقابضين. جيت ننقل من بلاصتي ضربني برافال. بلي ساوني هنا ايوه صح. قعدت نجر في كراعي. انقرت.
نقرت قعدت نشرب في كراعي كي جبد جهه واحده اخرى طاح العسكر قدامي. صح. الله غالب. قرطاس ما بقاليش. ما بقاش قرطاس بقيت تستنى. ها هي نستنى قبضوني. لا لا، قبل ما يقبضوك جاء العسكري راتيسي ويشوف ان يتفقد ان الجنود اللي حيين اللي ميتين. كاين اللي كملوا عليه. كاين. ايوا كيفاش؟ كملوا على جماعه داوهم حيين وكملوا عليهم. ماشي قدام كملوا عليهم جهه اخرى. بعدوهم. شوف المقلالي جلالي. ايوه. من سيدي عمر. صحيح. الساسي من فرندا. من فرندا. الساسي من فرندا. الله ينعش الشيطان. شنا جلول وين كان؟ شنا جلول استشهد هنايا. ثم هنا استشهد. ايوه صح. هنايا. شنا جلول استشهد هنا. كان يسموه ايا. وانت كيفاش انت حكموك بلا قرطاس بلا؟ البندقيه تاعي من تبليسي قصها. قصها. ايوه ما داوهاش. ما شافوهاش. ايا داوني. وقتاش وصلوا لكم الوقت؟ في الليل في المغرب بعد قدام المغرب شويه. ايوه. وعلى 6 ولا 6. صحيح. ايا لقيت جماعه داوني، لقيت جماعه اللي قابضينهم كيما هذا جماعه هما كيما الجلالي المقلالي. ايوه صحيح. ايا خويا ركبونا جابونا كوبتر وداونا البيسي. وين؟ وداونا البيسي جابونا هنا غير هنا قاعدين يشخصوا فينا غير هكا. شحال انتم في كتيبه شحال كذا هذيك ديك هنا ونيك. المجدوب هو يشخصوا غير على المجدوب. المجدوب. يحوسوا على المجدوب. رعبهم المجدوبه؟ قلنا لهم ودي احنا المجدوب ماشي معنا، المجدوب راه يجي ياخذ. ايوه صح. ما بغيناش نقولوا وين بصح قلنا يجي ياخذ. هو ما كانش معكم المجدوب؟ ما كانش معنا. لا ما كانش معنا، كان تروازيام. هو تروازيام كان في الحساسنه. في الحساسنه. ايوه صحيت. هذا هو. كمل لاكروشاج بصح لاكروشاج قعد سيمانه. ها وقعدت اسبوع هما قعدوا يرى اتصال هنا ويلقطوا في العسكر تاعهم الميت. ايوه. والجنود اللي طاحوا ثاني سووهم. رفدوهم. داوهم في جهه اخرى. 56 جندي توهم ولا توحكم؟ توعنا 56 معركه كبيره صح. والعسكر اخويا بزاف مانيش عارف شحال. ما تقدرش تحسبهم. مانيش عارف شحال عسكر سموه. ايام من ثم كاينه لاكروشاج كمل 15 14 13 14 اكتوبر 58 و15 كمل لك 3 ايام. 3 ايام. 3 ايام. 3 ايام صح. انت دوكا نقلوك في الكوبتر راك مبليسي، داواوك ما داواوكش كيفاش؟ داوني لسعيد الترونسي جابوا الفيرمليدا اللي بانسمون هذا مكان. ايوه. وانا مقعور منا. صحيت. اي داولي بانسمون هذا مكان. ومن بعد جا لحقوا جماعه عليك، واحد كما يقول مرزوق، واحد لحقونا مع بعضنا. هي ودونا للترونزي هذا. الترونزيت هذا قاعد لحقوا تلاقينا بصحابنا ثم اللي كانوا قابلين من زمان. كان من تروازيام كاين. وين حولوكم من بعد؟ من بعد داوني سعيد الترونزي. ومن الترونزي داونا لتيرث. وين؟ بيردو مهديه ولا لا كنا في بوشقيف. داونا البوشقيف. سيتان كون داونا كنا تلاقينا بزاف. جابوا من البياض جابوا من هاك. من بعد قعدنا ثم كنا واحد العام وعاودوا نقلونا لبيردو. من بيردو من ثم قعدوا يشرعوا فينا هكا. صح. حتى الاستقلال. بارك الله فيك. المجدوب استشهد في 60 في 6 فيفري 60. سمعتوا به كي كنتوا في السجن ولا؟ سمعنا. لحقوهم الخبر. مجدوب عبد الرزاق قاعد سمعنا بهم. صح تبارك الله فيك. يخبرونا. صح. المجدوب هذا شحال تلاقيته من خطره؟ كيفاش شخصيته كيفاش؟ يا ودي المجدوب هذا حاجه كبيره. كان شاف دوزون. هذا هو جسمه. وكان يعر الكاتبات كاع يعرهم. يعر الكاتبات وكيجي يعطيهم كلمات وكذا وديك انسان لاباس به. انسان لاباس به. اش فالي على كاش كلمه كان يقولها بقات لك في راسك سي المجدوب؟ يقول تهلوا في بعضكم. صح. والبلاد ندوها. ايوه. نستقلوا هكا يقولوا. هذا باش يرفع لكم المعنويات. ويكونوا رجال ويكونوا تاريس وتهلوا في بعضكم بعض. وهذا هو. اذا عمي بو طالب الأعرج، انت ربي كتب لك النجاة والحياة، ورانا نحكيو معاك على المرجة هذه. المرجة هذه ام المعارك. اذا واش تقول لي في نهاية هذا الحديث تاعنا على معركة المرجة واليوم اللي رانا في سنة 2024؟ على كل حال بسبب
خوتنا الجنود اللي استشهدوا هنا نقول لك غير الابطال. صح. شكون اللي تلاقيتوا بعد الاستقلال كنت ظان باللي ماتوا تلاقيتوا بعد الاستقلال؟ إيه لقيت واحد من المعسكر. ايوه واسمه؟ والله لا راح لي اسمه. ايوه معليش. لقيتها معسكر انا كنت في تيرفيل. ايه وروحنا درنا دوريه. تلاقيتها في فروحه. ايه قعدت نشوف فيها هكا قلت محال ماشي هو خد دوام علي قتلوهم. صح منا واه دوام علي قتلوهم منين قبضونا. ايه قلت انا بالك خوه ولا نسقسيه. روحت له قلت له السلام عليكم. السلام. قلت له انت مشي بن صالح؟ قال لي قاعد يضحك يشوف فيها هاك. قال لي يا صغير تلفتني. كان يلغوا لي الصغير. قال لي تلفتني. قلت له لا كنت يا دوك مع اسمع اللي قضاوا عليهم. قال لي انا منين قعدوا ساعه وينزلوا واحد زوج. قال لي قلت انا قال لي انا كنت بليسي من كرشي وحازم كرشاه بعمامه. قال لي انا قلت ما نخليهمش ينزلوني يذبحوني. نهرب 3 ايام بالرصاص معاه. معليش. قال لي منين هربت؟ قال لي قعدت نزيق زاقي سلكت. ايوه صح. وصل للجيش. الجيش قال لي بحثوا طب الاولى كان يشكوا بهذا اللي يهرب وهذا. من بعد دوله اردو ميسيون ورسلوه للقياده. الاستقلال جاء. هيا خبرني قاعد كي صرا له في كذا وكذا. هيا انا يا فكرت جماعه قعدت نبكي. قال لي لا تبكي. قال لي هذوك هم اللي نجحوا. صح. هذوك اللي نجحوا. قال لي قال لي تبكي على قلت له تفكرت الجيلالي وتفكرت فلان خوتي كانوا معايا والساسي. ايوه صح. هيا قال لي هذوك هم اللي نجحوا. قال لي احنا ما نعرف كان دايرين. سي بو طالب العرج بارك الله فيك اللي صبرت معنا وجيتنا حتى المكان المعركة هاي اللي راهي اللي هي معركة المرجة يسموها أم المعارك. مشاهدي الكرام ما زلنا نقتفي آثار الشهيد سي المجدوب زكريا طيب الشيب. وراح نوجه دعوة للمجاهدين آخرين في هذا المكان الرمز اللي هي أم المعارك، ونحكيه على معارك أخرى، ممكن على معركة التهامي، معركة الحاسي الأبيض، جهة إحساسنا. المهم هذا المكان الرمز. خلي نستغل الفرصة تواجدنا هنا باش نستحضر دائما سلوك اللي كان يتميز به الشهيد السي المجدوب. مشاهدي الكرام نلتقي بعد لحظات. مشاهدي الكرام عدنا والعود أحمد إلى هذا المكان حيث كنا قد ودعنا عمي بو طالب الأعرج وتحدثنا معه عن أم المعارك معركة المرجة في 13 و 14 أكتوبر 58. والآن راح نوجه الدعوة لمجاهد آخر اللي راح يروي لنا قصته مع معركة وقعت حوالي 3 كيلومترات من هذه المنطقة من معركة المرجة، واللي هي معركة التهامي اللي الواقعة في نفس الإقليم بلدية دوي تابت، وبالضبط في دوار ولاد زايد. عمي عبد القادر خشاب مرحبا بك مرة أخرى في قناة الذاكرة وفي برنامج لقاء الذاكرة. أيوة عمي عبد القادر، احنا رانا في هذا المكان تعمدنا باش جبناك لهنا لأنه هذه المعركة هي معركة الرمز وهي أم المعارك، وهذا لا ينقص من المعركة اللي قمت بها، يعني كل المعارك عندها خصوصيتها، لكن هذا المكان الرمز ما دام المعركة تمت في نفس الإقليم. يلا نحكيو على معركة التهامي اللي صارت في دوار ولاد زايد. قول لي واش من التاريخ كيفاش بدات يلا. التاريخ تاع هذه المعركة كان آخر 57. في آخر 57. آخر 57. احنا كنا متواجدين في العش. العش. جبل العش. كنا متمركزين ثم. شكون انتوما؟ الكتيبة تاع تهامي رحمه الله. اي والله. فهمت؟ تهامي رحمه الله. وش من الكتيبة رقم هذه؟ الكتيبة 60 70. رقم 2. رقم 2 صحيح. رقم 2. ايوه. تهامي رحمه الله قال لنا نديروا لامبيسكات للكونفان تاع مولاي تهامي. مولاي تهامي. مولاي تهامي. الكونفان هذه كانت تجيب الريف طايمه من سعيده. اييه. وتاخذ على البلديه نتاع دوي تابت. اييه. الشعب كان عاد ساكن في الديار.
قالوا له يا ودي غادي الشعب ينضر كي دير انت لامبسكات في وسط الدوار الاستعمار غادي تقضي على الشعب. صح. هذا على كل حال قال لهم البلاصه هذه تساعدني ندير فيها العمليه. يسمى اصر باش يدير هذا. اصر باش يدير العمليه تما. مشينا للطريق واستالينا في الطريق ودرنا العساس في لاكريطه باش يعسلنا الكونفا كي تجي. الوقت اللي زقنا العساس قالنا راهم جايين زوج كاميونات ولا جيب. حنا في الضمير تاعنا لا جيب ما نضربوهاش تجي هي الاولى. التهامي الله يرحمه هو اللي يضرب هو الاول. من بعد عاد ضربوا المجاهدين. لا جيب خليناها فاتت وضربنا الكاميونات زوج. حرقنا الكاميون في الموضع في عين المكان. شحال من عسكري فرنسي؟ كاين 18 عسكري في هذيك الموضع. صح. ودينا السلاح تاعهم. وش هو نوع الاسلحه اللي ديتوه؟ دينا الماتكنه 9 ودينا القاره ودينا الماس 36. صحيح. ياك؟ ايوه. انا وزيتوني حميده رحمه الله مجاهد ما تبع من بعد السي سيلفو. مشينا نزعقوا في الكاوري. شرد لنا الكاوري. شق الطريق بليتيلا وجا واحد الدوار. لحقناه حوالي كيلومتر. قضينا عليه وجبنا السلاح تاعه وعاودنا لحقنا الكتيبه. كي لحقنا الكتيبه لقينا الكتيبه انسحبت. مشات. اللي هو عثر في الكتيبه بالضرب هو مولا نجيب اللي هرب لنا هو الاول. قاعد يضرب بالدوسات. الدوسات قتل قطع الحاج مولاي تهامي الله يرحمه. الله يرحمه. ومعاه 4 تاع المجاهدين في هذاك المكان. من ثم احنا انسحبنا مشينا ولينا نعش. ايوه. فرنسا جات ادات الموتى تاعها ودات هذيك الزمشي المحروقه ومن بعدها دارت على الشعب. كيما كان منتظر. صح. كيما كان منتظر. واللي تجيب 5 6 تقتلهم في ذاك الموضع. اللي صرات فيه المعركه. التهامي الله يرحمه مشينا احنا الكتيبه خلينا التهامي ثم وخلينا دوك 4 شهداء. ايوه. وحنا انسحبنا روحنا تافرنت. ايوه. تافرنت. صح. هذه هي تفاصيل المعركه تاع مولاي تهامي. نعم. علاش سميت مولاي تهامي؟ اللي استشهد فيها. ايوه. على الاسم تاع مولاي تهامي ربي يرحمه. ربي يرحمه ان شاء الله. انت كنت في الكتيبه الثانيه. واحنا كنا استضفنا هنا في هذا المكان عمي ابو طالب العرج من الكتيبه الثانيه. كنت تعرفه وتلاقيته؟ انا وياه كتيبه واحده. كنتوا كتيبه واحده. في العمليه هذه وين كان هو؟ العمليه هذه كان معنا. هذا قام بالعمليه معنا. اذا هو قرايدي عليك يعني من حيث العمليه قرايدي عليك. ما كاش مشكل ولا مشكل. خلاص عمي عبد القادر. نرجع للموضوع. الكتيبه الثانيه كانت هنا والكتيبه الثالثه كانت في الجهه المقابله. وسي المسجوب كان ينسق بيناتهم. اعطيني طبيعه العمل تاع التنسيق كيفاش ينسق يعني كيفاش؟ التنسيق تاعهم المجذوب رحمه الله كان يمشي بين الكتيبات ويقول لنا للامام. ايوه. للامام اولادي وما نفشلوش. ايوه. وان شاء الله بربي نستقلوا. نفس الكلام اللي قالوا لي ابو طالب العرج. نفس الكلام يعني راكم متفقين على نفس الكلام. لا احنا ما متفقين ولا متفق التاريخ. التاريخ هو اللي يشهد وهو اللي اتفق. خلاص. نعم. عمي عبد القادر نهار اللي صارت المعركه هذه ام المعارك المرجه 13 14 اكتوبر 58 انتم كنتوا في الجهه المقابله في جبل منعه او ما يعرف بجبل بوعتروسه. المنعه وبوعتروس. سمعتوا الضرب حبيتوا تشاركوا في المعركه كيفاش؟ احنا جبل مقابل خوه شتنا كاع الضرب تاع الطيارات. أيوة. ونتاع الشيران ونتاع المجاهدين. كنا مقابلينهم ونشوفوا فيهم. كنتوا على بالكم بالكتيبه الثانيه راهي هنا؟ على بالنا باللي الكتيبه الثانيه هي اللي راهم مكروشين مع فرنسا. ايوا شكون اللي قرر تجوا لهنايا؟ اللي قرر باش نجوا لهنا الحاج المشري رحمه الله رئيس الكتيبه. ايوا. قالنا لو كان نصيبوا ندخلوا للغابه هذه نتاع المرجه باه نشدوا عليهم. ايوا صحيت. الوقت اللي جينا لقينا الشيران مبلعين طريق. ايوا. 2 طرقان مبلعينهم بالشيران.
ما لقيناش كي نفوتوا. صح. ما لقيناش كي نفوتوا. قعدنا نشوفوا في الضرب لحتى المغرب. حتى المغرب. ايوه. ومن بعد كيفاش سمعتوا بتفاصيل من بعد جاتنا المعلومات باللي المجاهدين استشهدوا بزاف. صحيح. استشهدوا بزاف في المعركه هذه. وبعدد الشهداء سميت المعارك. سمت المعارك. وين كان السي المجدوب الله يرحمه؟ في هذاك في ذاك الوقت ما نجمش نقول لك وين كان. ما كانش معكم ثم؟ لا ما كانش معنا. سي المجدوب هذا يمشي بين الكتيبات ومن بعد يمشي لروحه. من بعد يمشي لروحه. المهم السي المجدوب رانا نقتفيه في الاثار تاعو في كل مكان. لانه هو كان قائد المنطقه السادسه، وبعدها اصبح هو القائد العسكري للولايه الخامسه. اذا عمي عبد القادر رانا كملنا معك. احنا راح نحكيو على موضوع اخر من هذا المكان، ولكن راح مش من هذا المكان، راح نحكيو مع عمي مولاي إدريس نحال. اللي هو كنا بدينا معاه في بالول. حكينا على كيفاش ألقي عليه القبض وكيفاش حول إلى مركز التعذيب. راح نوجه له الدعوة باش نحكيو نكملوا تفاصيل أساليب التعذيب اللي مارسوها عليه إلى غاية الاستقلال إن شاء الله. إذن مشاهدي الكرام نلتقي بعد حين. مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الخاص من برنامج لقاء الذاكرة. اليوم راح نتحدث على أساليب التعذيب اللي مارستها السلطات الفرنسية آنذاك مع واحد من الذين كانوا يرافقون دوما الشهيد السي المجدوب زكريا، إنه السي نحال. سي نحال هذا تعمدنا اليوم جبناه لهذا المكان لأنه ما قدرناش نديروا الحوار تاعنا في المكان اللي اعتدنا عليه لسخونة ولحرارة الجو، وفضلنا أن نواصل حديثنا حول أساليب التعذيب من هذا المكان المخلد لمعركة المرجع. إذن عمي نحال مولاي إدريس هو مجاهد ابن شهيد، أخ لشهيدين هنا في معركة المرجع، ابن مجاهدة. أمه كانت في السجن تاع تيفيشون بالقليعة بولاية بازا، وهو أيضا مسجون. إذن من خلال السجن راح نتحدث اليوم على أساليب التعذيب اللي مورس عليك أثناء إلى غاية خروجك من السجن سي مولاي إدريس. أنا مرحبا بك. أنا لقوا القبض عليا في جبل اسطنبول الناحية الأولى في المنطقة السادسة. صح. وهذا النهار في أفريل 60. في أفريل 60. وهذا النهار اللي لقوا القبض عليا فيه أنا، احنا كنا 7 من الناس. وأنا جاي عاد جديد. أيوة. المنطقة هذه تاع ما استلمت حتى مهام. ايوه يعني صح. وهادو 6 كلهم مسؤولين، فيهم شافريجون، فيهم الحوسي ربي يرحمه هذا كان شافريجون، فيهم مسؤولين واحد اخرين، كان اللي مسؤول القصب، كان اللي محافظ سياسي. ايوه صح. المهم احنا نظن باللي بيعه، على خاطر ما احنا بايتين نمشوا كان رمضان. ايوه. تيجي منا واحد الدار لقيناهم قاعدين مع رمضان اللي ما يرقدوا ما يسمعوا. مكان وين؟ في المكان بين معسكر وبوحنيفية. بوحنيفية خلاص، في جبل اسطنبول. أيوة. هذا الدار هذه اللي تيمناها في الليل، انا ما نعرفش البلاد وما نعرفش المكان هذاك، بصح هذوك المسؤولين يعرفوا كل شيء. ايوه. نلقوا امراه قاعده ومعها بص وواحد راقد، ما كفروش الهضره معاه كذا. شدنا كملنا المسافه تاعنا نمشي، صبحنا في واحد الديار خرج، عند وين صبح علينا الحال. الديار هذو خرجا ما فيهمش السكان، جماعه هذو رقدوا. قلت لهم انا نبقى في الحراسه. مشيت لواحد لاكريطه صغيره هذا هذوك يسموه، من طلعت الشمس نسمع الزف تاع الكمين من كل جهه.
مشيت لهم نوضهم يا جماعه نهار اليوم مش يعجب. المهم دروك كي يعني واحد الساعه ولا عرفنا بلي رانا محاصرين. محاصرين. هذا شاف ريجون هذا الحسين هذا قال ندوروا ثلاثة ولا زوج ونخرجوا ونفترقوا ونخرجوا مفترقين باين لا ماتوا وحدين يمنعوا وحدين. جاء ولا من بعد قال لا احنا هذا النهار تاعنا تاع التالي، هذا اخر يوم نتاع الحياه، بس لازمنا نعطوا الدرس يعني للعدو. قعدنا دارنا زوج رشاشات في الباب، العسكري الاول كي يخلط عند الباب باه يضربوه. بلي شاونا واحد الداخل في حاجه داخل في الدار، قالنا لا اللي كنا نخرجوا في دفعه واحده باهي لا طاح واحد الاخر يفوت. اذا عمي مولاي انتم بعد ما تنظمتوا زوج وقع الاشتباك، بلي ساوي لكم واحد في الدار، كمل لي كيفاش القي عليكم القبض. هذا الحسين هذا ربي يرحمه ورحمته هذا قالنا نخرجوا في دفعه واحده لخاطر غادي يضربونا بلوبي يطيحوا علينا الدار. خرجنا في دفعه واحده، طاحنا واحد بحوالي 20 متر هكذاك ولا مات. احنا حكمنا لواحد الشعبه ومشينا معاها، بصح رانا محاصرين ما عندناش كيدنا. من 7 تاع الصباح 12:30 لقاو القبض علينا. ايوا احنا 3 اللي باقيين فينا الروح. لمونا كاع وصورونا. ايوا للسبعه كل واحد يصور وحده. صحيح. هذا وين داوكم؟ غير في البقعه وين اشتبكنا معاهم. صحيح. في البقعه اللي اشتبكنا فيها. من بعد قعدوا يقتلوا في صحابي هذوك. بالواحد ها قدامك تشوف. بقيت انا قرعت النوبه تاعي تجي كوبتير فيها واحد مش عسكري لابس سيفيل. ايوا قاعد يهضر مع الكابيتان، قال له ما كانش اخرين بليسين؟ قال له لا ما كانش، هما كانوا يقتلوا خيانه ولا مانيش فاهم. ما صحيح. قال لهم ادوا المعسكر. دخلوني المعسكر، مازال ما فتش في العذاب. الانتيروغاتوار مازال عاد راك في الانتيروغاتوار. جابوا لي علي بوزيان، هذا علي بوزيان كان شاف دوزون ارتد. قال لي تعرفني؟ قلت له ما نعرفكش. قال لي انا علي بوزيان. قلت له نسمع به. كان شاف دوزون وارتد. وانا نعرفه قبل ان نروح للجيش، خاطر كان يجي عندنا للدوار ويدير اجتماعات ويدير. وهذا بوزيان يعرف اسمك ولا ما يعرفش؟ لا ما يعرفش. ايوه كاين حكايه انت بدلت اسمك. نعم. هيا روح احكي. هيا قال لي انا علي بوزيان. قلت له نسمع به. قال لي ماذا بينا نولوا كاع لفرنسا والضباط تاعنا كاع راحوا للخارج والعامر عبد القادر وما دار والو. لا بوزيان قلت له بنقول لك النهار اللي درتها، النهار اللي طلعت للجيش شاورت شحال؟ قال لي لا بيني وبين روحي. لو كي درتها لك سوا فوقك، خاطر جابوا لي عسكري وعطينا قرات كابران. من شاف دوزون صبح كابران. شوف نعم. قلت له شاور شحال؟ قال لي لا. قلت له هنا كل واحد رامي راه روحه، ما تقول لي ما نقول لك. راح هو من ديك عد به ما شتاش من ديك الضربه ما دارش. انا بدلت كاع الراسيمون تاعي. كيفاش بدلت؟ كيف اسمك؟ درت روحي سامبي محمد. سامبي سون نون بيردي. ايوا. قالوا لي واش جابك لهنا؟ قلت لهم جابني بويا، جا الثوره جابني معاه. وين راه بوك؟ قلت لهم مات ربي يرحمه. وامك؟ قلت لهم ما نعقلش كاع عليها. راحت راسي ما هكذا. حكموا واحد يقول له عدت احمد مجاهد، هذا كان تيرور في الام جي 42. ايوا. دخلوا علينا في الحبس، قاعد نسقسي فيه كيفاش راه لكم كذا، وهذا يعرفني، يعرف خوتي، يعرف بويا، يعرف الدوار كاع مشى فيه. قال لي قلت له انت كي صرا؟ قال لي انت كي صرا؟ قلت له انا هاكي فاكي. وانت؟ قال لي تعرفني؟ قال لي خلاه مشيت تا فلان. قلت له لا راك غلط، البلاد هذه اللي تحكي عليها انا ما نعرفهاش وما نسمعش. قلت له سعيده بروحها نسمع غير بها، غير يقولوا سعيده. ايوه صحيح. المهم يعني راح في هذيك الكسموها هكذا.
داوني انا وربعه واحد اخرين معايا يوم قرات بالغشام قلت لي محمد بن دحو احمد حبوس محمد داونا لبني مسوس. بني مسوس سونتر دو تري. ايوه ايوه. ما نقعد واحد السيمانه ثم. ايوه. ومن بعد داونا الكامب دي ماريشال. ايوه. في تيزي وزو. صحيح. تدميت وين تدميت؟ تدميت حاليا. ايوه. المهم كنا محابيس بزاف. حوالي 600 700 ألف ولا من اللي يهمنا أساليب التعذيب اللي مارسوها عليك. شوف يجيبك الصباح العشية. الصباح. أيوة. الصباح كي يقول لك الصباح عرف بلي راك رايح. أيوة ها لغاولك. كاين واحد الباياس. يربطوا ذراع منا وذراع منا وكراع منا وكراع منا والماء. ويلصقوا لك الخيطان تاع اوتريسيتي ساتي با. خلاص معروفة الأمور. أيوة. انا ربي من عاطيني القوه ننقلب. صح. هذاك الباياس يولي الفوق. منين كانوا يعذبوا فيك واش يقولوا لك على واش حبوا يدوا منك؟ كيف يدوا شكون هو المسؤول كيفاش دا كيفاش طلعت كيفاش درت كيفاش. انا باقي في الكسمون تاعي انا من يكثروا عليا الكسمون ندير روحي مت نسكر. تبقى غير الكسمون وما يبقوا يطالعوا فيا لا نتحرك ما نتحركش كي يشوفوني درت يعاودوا. المهم هكذاك بقيت في الكسيمون تاعي ما. لكن ما قلت حتى كلام. والو لا ثورة نقل كي جا بويا للثورة لهنا جابني معاه جينا لهنا بويا مات ما نعقلهاش ما نعرفهاش ما نعقلش عليها. ايوه. جات الحياة هذه هي. انا بويا مستشهد ما مانيش عارف انا وين راها في الحبس ولا كيفاش. امك من بعد عرفنا باللي راحت للحبس في تيفيشيون هنا في قليعه بيتي بازار. وحتى للاستقلال باش اطلق سراحكم. اذا هذا هو عمي مولاي ادريس. احنا تحدثنا معك البارح في مرقب السبع على ظروف اعتقالك وظروف الالغاء القبض عليك، واليوم رانا نحكيو معك على اساليب التعذيب اللي مارسوها عليك اثناء سجنك. اذا بارك الله فيك سي مولاي على هذه الشهاده اللي نوثقوها من خلال برنامج لقاء الذاكره. مشاهدي الكرام، نكون هنا قد وصلنا الى ختام هذا الحديث عن اساليب التعذيب، وكنا قد اجرينا الحديث مع عده مجاهدين على ظروف عده معارك ومجرياتها. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.